بسم الله الرحمن الرحيم. حلقة جديدة وبرنامج جديد بنتكلم فيه عن بعض الخرافات والدجل والجهل المطبق اللي بيقع فيه بعض أو كثير من منتجين ويعني مخرجين الدراما المصرية للأسف. فيعني هنشوف مع بعض الفيديو ده. محتاجين دم ضروري. مفيش دم كفايه يا دكتور في المستشفى. طب وبعدين يا محفوظ؟ انا دمي من نفس الفصيله يا دكتور ومستعده اتبرع. المهم ننقذ حياته والعمليه تنجح. انت بوستيف؟ ايوه بوزيتيف. لغاية هنا أنا ممكن يعني إيه الموضوع كده منطقي أو يعني معقول، يعني إن هي المريض لسبب ما نزف أو احتاج دم، يعني حصل له هبوط في أثناء العملية ومحتاج إن يتنقل له دم بشكل عاجل، وبيقول مفيش دم في المستشفى. فقال لك هو الممرضة أو المساعدة دي أو الدكتورة دي الله أعلم بقى هي بتشتغل إيه، المهم إن هي متعاقبة معاهم، يعني تتبرع له بالدم. تمام. لغاية دلوقتي ممكن تعدي، هيتتبرع له بقى ازاي هنشوف. سرنجة حضرتك عفاف. سرنجة ايه؟ سرنجة دي انا فهمت في الاول ان السرنجة دي على اساس ان هم هيعملوها التوافق، في حاجة اسمها التوافق طبعا في الايه، في ال في ال قبل نقل الدم بيحصل عملية توافق، ان حتى لو الفصيلة هي نفسها، احنا عارفين فصائل الدم A و B و A B و O، وفي بوزيتيف ونيجاتيف حسب ال RH، لكن في فصائل فرعية ممكن العيان يبقى نفس الفصيلة لكن مع لما اجي اديله الدم برضه يحصل تفاعل. فبنعمل حاجه اسمها اختبار توافق قبل التبرع. بناخد نقطه دم من كيس المتبرع او من دم المتبرع ونقطه دم من المريض نفسه، ونحطهم على بعض في المعمل ونتاكد ان ما حصلش بينهم تفاعل. فهو انا فهمت في الاول ان السرنجه دي عشان ياخد منها عينه يعني لكن هتشوف بعد شويه ان هي هتفك التعقيم هياخد منها سرنجه ويديها مباشره للمريض من غير توافق ولا حاجه، وسرنجه 20 سم ولا 10 سم هي دي اللي هتنقذ حياه المريض. بص بقى، بسرعة يا جماعة. طبعا كونها هتفتح اصلا كحه كده، فده كده بوظت التعقيم طبعا خالص. الحركه دي طبعا يعني ايه، وسحب لها سرنجه ما زادتش على 10 سم واوتوماتيك اداهم للعيان، هم دول اللي انقذوا حياه المريض، وبيسقفوا له بيقولوا له كده ايه، يعني جزاك الله خيرا انت كده انقذت حياه المريض. محتاجين دم ضروري. طبعا مفيش دم الكلام ده كفاية يا كلام دكتور. يعني دجل دجل دجل، مفيش حاجه اسمها كده في الدنيا. اقل كميه ممكن تنقذ حياه مريض بالشكل ده على الاقل نص كيلو، يعني كيس كامل. مش فيش حد بيدي 20 سم ولا 30 سم. مفيش حاجه اسمها اسحب دم من سرنجه من عيان وديه او من متبرع وديه لواحد تاني في ساعتها. وكمان يعني مفيش حاجه في الدنيا اسمها كده يعني، ومن غير توافق ومن غير ولا حاجه. ده كل ده كلام دجل دجل، يعني انا مش عارف ان هم يعني كان في ايه لو هم يعني اجروا ب 10 جنيه ممرضه تشرح لهم ازاي بيتعمل نقل الدم يعني الافلام والمسلسلات والحاجات دي بتكلف ملايين ومئات الملايين، وبيستخسروا يجيبوا دكتور او ممرضه او صيدلي او اي حد بيفهم في الطب عشان يسالوه الحاجات دي بتتعمل ازاي، وبيبقوا اضحوكه بيضحكوا الناس علينا وبيضحكوا الدنيا كلها علينا. طبعا هنتكلم، طبعا دي تعتبر حاجه صغيره، ده احنا بنحكي فيه ده تعتبر غلطه يعني عبيطه. في اخطاء تانية بتتقال في المسلسلات وفي الافلام بتبقى كوارث، ابتداء من نقل الاعضاء وسرقه الاعضاء والكلام ده. كل ده هيتكلم فيه في حلقات قادمه ان شاء الله، فنلقاكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.